وده الشكل النهائي لطواجن السعادة. حلوين اوي في التقديم ومش مكلفين. تعالوا بقى اما نشوف الطريقة بتاعتنا والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل معاكم طواجن السعادة باربع طرق. معايا هنا قطعتين من الهوز قطعتهم، ومعلقتين كبار من الزيت، وربع كوباية لبن، ومعلقتين من الدقيق، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونوتيلا للتزيين. هجيب هنا الهوز هنزله كده في الطاجن. طبعا انا ما حطيتش سكر علشان الهوز مسكر قوي. قطعناه بالشكل ده كده، وهروح ضايفة بقى اللبن عليه. هنزل كده باللبن. طبعا المقادير بتاعتنا دي مظبوطة، مش هنضيف حاجة اكتر من اللي احنا ضايفينه دوت. وابدأ بقى ان انا اسقسق كده الكيكة في قلب اللبن عشان كلها تبوش معايا، واقلبها كده علشان كمان الكريمة اللي في النص دي تدوب بالشكل ده كده. ونقلب وتضغطي عليها بحرف الشوكة. بعدين هروح ضايفة الزيت برضو، وافضل اقلب كده بالشكل ده. بعدين هنزل بالدقيق كده وهقلب، واتأكد ان الدقيق اتخلط كويس قوي مع الخليط بتاعي، واجيب من الجوانب كده واقلب حلو. هضيف بقى اخر كمية من الدقيق وهقلبها برضو كده لحد ما اخلطهم كويس. واخر حاجة هضيفها البيكنج باودر. ضفت هنا البيكنج باودر وهروح خلطاه كويس قوي، واسوي بقى الطاجن بالشكل ده كده. قلبته خلاص كده. هبدأ بقى ان انا اظبط الطاجن بتاعي، وده كده شكله بعد ما خلصته. هدخله طبعا الفرن على درجة حرارة 180. الطاجن التاني بقى معايا 6 قطع من البوريو، نص كوباية لبن، معلقتين كبار من الدقيق، معلقة كبيرة من الكاكاو، معلقة كبيرة من الزيت، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونوتيلا للوش. هجيب بقى هنا الطاجن وهضيف فيه 6 قطع البسكويت. طبعا لو مش حابة البسكويت البوريو، ممكن اي بسكويت شوكولاتة تحبيه، مفيش مشكلة، بس لازم الكمية تبقى زي بعضها. ضفت هنا البسكويت، هروح ضايفة عليهم اللبن. هضيف شوية كده واقلب، وبعد كده هضيف الشوية الباقيين. خلاص كده بوشت البسكويت. هضيف باقي كمية اللبن بالشكل ده وهقلب. بعد كده هنزل بالدقيق بالشكل ده، وهخلطه كويس قوي بقى مع الخليط. بعد كده هضيف الزيت بالشكل ده. بعدين هروح ضايفة معلقة الكاكاو. لو مش حابة تضيفي كاكاو مفيش مشكلة، كده كده البسكويت بتاعنا بالشوكولاتة. بعدين اخر حاجة هضيفها وهي البيكنج باودر. هضيف بقى هنا البيكنج باودر وهقلبها، وبعد كده هدخل الطاجن بقى الفرن. دول كده اول طاجنين انا خلصتهم. هدخلهم بقى الفرن. عندي هنا 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن، معلقة كاكاو كبيرة، معلقة زيت كبيرة، بضاية، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة فانيليا. هجيب بقى الطاجن وهضيف فيه البضاية بالشكل ده، وبعد كده هحط رشة فانيليا. الفانيليا ديت اللي هي بتبقى الخام، المتاح عندك اشتغلي بيه مفيش مشكلة. بعد كده هرب البضاية بقى بالشوكة مع الفانيليا، اخلطهم يعني. بعدين هروح نازلة باللبن كده، واقلب برضو، وانزل بقى بالسكر علشان نخلط السكر كويس قوي مع السوائل بتاعتنا. بعد كده هروح ضايفة الزيت واقلبه
لحد ما اتأكد ان ما بقاش فيه حبيبات من السكر في الطاجن بتاعي. وبعدين هنزل بقى بالدقيق اللي انا خلطته مع الكاكاو، وهننزل بيه شوية بشوية ونقلب كده بالشكل ده لحد ما الكمية يعني تختفي، وننزل نكمل بالباقي بالراحة كده، عشان برضو ايه يعني تتأكد ان الخليط بتاعك كله اتخلط، ما تعمليش زي ما انا ما عملت كده. وقلبي بقى كده بالمعلقة عشان كمان ما يبقاش فيه كور من الدقيق. الدقيق لما بينزل على اي سوائل بتلاقيه عمل كور، لا تأكدي ان انتي خلطتيه كويس. ودول اخر شوية بقى كده، وبرضو ايه اقلبهم بالراحة بس كده وانتي بتقلبي. اخر حاجة هضيفها وهي برضو البيكنج باودر. البيكنج باودر بنضيفه اخر حاجة، وبعد كده بنقلب بقى كويس اوي، نتأكد ان احنا قلبناه وندخله برضو الفرن. المقادير معايا هنا 3 معالق كبار من الدقيق، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الزيت، ربع كوباية لبن، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، معلقة صغيرة خل، ربع معلقة صغيرة كربوناتو، ونص معلقة بيكنج باودر. طبعا الطريقة دي انا عملتها لكم من غير بيض، علشان اللي مش حابب يضيف بيض او البيض بالنسبة له هيبقى غالي، فدي الوصفة دي هتبقى موفرة معاكي شوية. ضفت هنا بقى السكر واللبن، وهبدأ ان انا اخلطهم مع بعض لحد ما اتأكد ان اللبن اتخلط، وضفت معاهم الزيت كمان. خلاص كده خلطتهم، هنزل بقى بالدقيق والكاكاو على بعض كده، وهبدأ ان انا اقلب في اتجاه واحد لحد ما اتأكد ان انا الخليط بتاعي بقى كريمي، وكل المكونات بتاعتي اتخلطت مع بعض. خلاص كده انا قلبته كويس اوي، اتأكدت ان انا خلطته. هضيف بقى هنا الخل. طبعا الخل احنا بنضيفه اخر حاجة، والكربوناتو والبيكنج باودر. ضفت الخل، هروح ضايفة بقى الكربوناتو، وهروح ضايفة كمان البيكنج باودر. بس هقلب دول الاول كده علشان نخلطهم. طبعا بتحسي انه بيفور شوية معاكي، بس النتيجة بصراحة ممتازة يعني. بعدين هضيف البيكنج باودر وهقلبه كمان، وبعد كده هروح مدخله الفرن. خلاص كده انا خلطته كويس قوي بقى شكله كده. ودول كده اول طاجنين احنا سويناهم، استووا كده وشايفين حرف السكينة طالع ما فيهوش حاجة. هسيبهم بقى يهدوا، وبعد كده هسقيهم بلبن. جبت هنا حوالي ربع كوباية من اللبن، سقيت بيها كل واحد، كل طاجن يعني من الطواجن، وهسيبه يتشرب بالشكل ده كده. وهنا دي شوكولاتة نوتيلا، انا سيحتها بشوية زيت وشوية لبن لحد ما بقت سايلة معايا كده. طبعا لو هتكتفي بان انتي تحطي نوتيلا على الوش كده مفيش مشكلة. عاوزة تضيفيلها شانتيه برضو يعني هيدي شكل حلو قوي. طبعا انا حطيت النوتيلا كده، هتتوزع لوحدها على على السطح كده بتاع الكيكاية، هتدي طعم برضو تحفة. يعني الحاجات بقى الإضافية دي براحتنا يعني. خلاص كده حطيت أول واحد، وادي تاني واحد اهو هوزعها برضو، وهتتشرب بقى هي بالنوتيلا واللبن اللي انا ضفته، وبنقدمها. دول كده الطاجنين التانيين اللي هما بالبيض واللي من غير بيض. طبعا الاولاني ده ببيضاية، اما اللي هو لونه فاتح شوية ده من غير بيضاية. النتيجة واحدة والطعم برضو واحد. انتوا شايفين اللي من غير بيضاية عالي ازاي، والاتنين استووا هما ما شاء الله. هسقيهم برضو بلبن، كل واحد كده يجي ربع كوباية لبن بالشكل ده كده، ونخليه يتشرب. بعدين هنضيف على الوش نوتيلا شانتيه زي ما احنا عاوزين. جبت بقى كده برضو النوتيلا وهضيفها على الوش بالشكل ده كده، وهوزعها.
هاخد اول طاجنين. عملت انا شانتيه سريع كده في المج زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى بيه كده على الوش. انا عامله سمك الشانتيه يعني وسط، مش عامله ولا هو تقيل ولا هو خفيف، وهسويه كده بحرف المعلقه. وهبدأ ان انا اجيب شوكولاته سايله، وهضيفها على الوش ان انا ادي شكل كده في التزويق يعني. هعمل كده خطين، وهجيب خلة سنان، وهاخدها رايح جاي كده بالشكل ده كده. عملنا كده رايح، وهنرجع تاني من الناحية التانية بقى جاي. تمام، رايح جاي كده عشان ندي شكل حلو للتزيين يعني. بعدين هروح مسوية بقى الطاجن بتاعي عشان يبقى شكله ظريف في التقديم بالشكل ده. وهجيب بقى الطاجن التاني، هضيف برضو عليه شانتيه كده، وهبدأ ان انا افرده بحرف المعلقة كده بالراحة. طبعا يعني يفضل ان انتي تشتغلي في الطواجن دي وهي الكيك بارد، علشان تعرفي تزوقيه صح. بالراحة كده بحرف المعلقة هوزع الشانتيه، واروح جايبة برضو شوكولاتة سايلة، وهضيف على الوش كده نقط. طبعا هي مش هتعمل نقط علشان هي سايلة، فيعني نحاول نظبطها بايدينا. بعدين هجيب خلة، وهروح بيها كده مرة واحدة، اللي هو نعمل شكل قلب، ونحاول نساوي بقى ايه الشكل بتاعنا بالشكل ده كده. ونظبط بقى اي حاجة ايه بوظت لنا الشكل كده اهو بالشكل ده كده، يعني شكلها ظريف يعني الى حد ما. بحاول اظبط القلب هنا بس كده، واروح حاطلها واحدة كريز في النص واقدمها. ادي يعني طريقتين اهمت في التزويق حلوين قوي وسهلين يعني اي حاجة بقى كده وخلاص ماشي. اخر اتنين بقى جبت اللي هو الملبس اللي هو بتاع الجاتوهات والحلويات ده، وضفته بقى هنا كده على الوش، يعني رص كده عشوائي. تمام، بيدي برضو شكل ظريف قوي، وبعدين ده بيتاكل يعني. بعدين اخر طاجن بقى هروح ضيفاله سوداني كده، او اي مكسرات عندك، او حابة تقدميه كده سادة براحتك. طبعا الطواجن دي بقى يعني ايه، لو مثلا سهرانين كده وعايزة تاكلي حاجة حلوة هتقومي بسرعة تعمليه. بيتحط في الميكرويف او في الفرن او في فرن الكهرباء، ما بياخدش معاكي وقت لا في العمايل ولا في التسوية. ممكن لو انتي واخواتك سهرانين سوا، قاعدة زهقانة، ممكن تقومي تعمليه، يعني حلو قوي وطعمه تحفة اللي بيحبوا الكيكات بشوكولاتة. بس كده، وما خدش معانا وقت خالص اهوت. وبصوا بقى شكله ظريف كمان، يعني حاجات بسيطة اهي بس بتدي شكل حلو. واروح حاطة قطعة شوكولاتة على الوش كده بالشكل ده. وخلاص كده خلصنا الاربع طواجن، وشكلهم حلو قوي وطعمهم اجمل من بعض. وده الشكل النهائي كده للطواجن بتاعتنا. يا رب تكون الطريقة عجبتك وتجربيها. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس علشان تتابعيني اول باول ويوصلك كل جديد انا بعمله. في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.